بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخبار النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم عن من هو مدرب النادي الأهلي الجديد. في الساعات الماضية القليلة انتشرت تقارير أن النادي الأهلي بيفاوض 3 مدربين أجانب، أو بالمعنى الصحيح 4 مدربين أجانب، 3 برتغاليين ومدرب مغربي. ارتبط اسم المدرب المغربي بالمغربي حسين عموتة، مدرب منتخب الأردن ومنتخب المغرب سابقا. لكن في تقارير أيضا نقلت أن فشل المفاوضات بين الأهلي وحسين عموتة، أو بالمعنى الأصح أن الأهلي لا يريد التعاقد مع حسين عموتة لأنه شايفه أنه لا يصلح لتدريب النادي الأهلي. ولكن كشف الإعلامي أحمد شوبير خبر انفراد من نار، حيث قال أن المدرب الجديد للنادي الأهلي سيكون من المدرسة البرتغالية، ولن يخرج عن 3 مدربين، وهما كارلوس كارفاها المدرب شارولوا السابق، وبرونو لاج مدرب بنفيكا السابق، وكمان بيدرو جونزاليس مدرب نادي يانج أفريكانز السابق. المدرب هؤلاء ال3 مدربين الأجانب لا يخرج عنهم مدير فني إلى النادي الأهلي، وفي حال فشل التعاقد مع ال3 لاعبين سوف يتم الاتجاه إلى المغربي حسين عموتة. لكن الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور بيه هما المدرسة البرتغالية الأولى بالنسبة للنادي الأهلي، وهدف النادي الأهلي هو من المدرسة البرتغالية، خاصة النجاح الباهر التي قدمته المدرسة البرتغالية للنادي الأهلي. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وسلام.